السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نترجى من الله تكونوا كاملين بخير وعلى خير وفي احسن الاحوال يا ربي. اليوم غادي نحضر معاكم بايلا ديال الحوت، اروع والذ بايلا. راه كيجي المذاق ديالها بحال ديال المطاعم الكبرى واحسن ملي كتوجديها في دارك، كتكون احسن. الواحد كيبغي يبدل الروتين ديال المعجنات في رمضان. نحضروا ان شاء الله هاد البايلا هادي اللي كتجي شغنقول لكم خفيفه وبنينه وفي نفس الوقت صحيه. شوفوا لي تبارك الله كي كتجي ملبيه وفي نفس الوقت راه ما كتلصقش. بقاو معايا غادي نعطيكم المقادير وطريقه التحضير. عندنا 300 غرام ديال الكلامان، عندنا 300 غرام ديال الحوت ابيض. بالنسبه للحوت ابيض انا شديت القرب وقطعته بحال هكا، حيدت ليه العظم وقطعته. عندنا 300 غرام ديال الكروفيت وشويه ديال الكروفيت للتزيين. عندنا جلبانة، بالنسبة للجلبانة ديروا كاس كبير، كاس كبير. عندنا واحد البصلة كبيرة مشلطة صغير. عندنا الفلفلة وحدة كبيرة، يعني قطعوها قطع صغيرة. عندنا 4 ديال المطيشات محكوكين. عندنا شوية ديال الربيع. بالنسبة للعطرية فيها الخرقوم، البزار، الملحة، التحميرة، 2 فصوص ديال الثوم، ورقة سيدنا موسى. ورقة سيدنا موسى أنا راه ديما كتكون عندي هكا مطحونة، اللي ما عندوش مطحونة راه غادي يدير 2 وريقات. عندنا واحد الحامضة للتزيين، وعندنا 2 زليف ديال الروز. بالنسبة للروز استعملت هذا ديال بسماتي، كيجي حبة حبة، كيجي زويون. اول حاجه دابا غادي نبداو بها هي غناخذوا واحد المقيله فيها زويته وغادي نديروا فيها داك الرز ديالنا. هاد الطريقه هادي راه كيجي الرز واعر البنات، ضروري ديروا ليه بحال هكا. راه اللي ما كانتش كدير ليه بحال هكا وغادي تجرب هاد الطريقه غتولي هي اللي كدير. راه كيجي مفرك وكتجي فيه واحد البنه في شكل دايره. كنحمروا واحد شويه بلا ملح بلا والو، غير بزويته بلديه فقط. كتحمري واحد شويه صافي وكتطفي عليه. كناخذوا دابا المقله اللي غادي نديروا فيها البايله ديالنا، كنديروا فيها الزيت، تكون كميه لا باس بها، كميه زعما كافيه. كنديروا واحد المعلقه ديال الزبده حتى هي، وكنبداو اول حاجه هي كنشحروا البصله شويه حتى كتشحر لينا شويه. كنضيفوا ليها الفلفله، كتشحر لينا حتى هي شويه، وكنضيفوا ليها جلبانه. هنايا علاش كل حاجه كنعطيوها وقتها باش تدخل فيها شويه الطياب، عاد كنضيفوا ديك الحاجه الاخرى اللي غادي نزيدو. حتى الجلبانه حتى هي كنديوها شويه ونجيبوها، وكنضيفوا ليها الحوت. الحوت البنات طبعا ما تحركوهش بزاف، غير شويه تديوه هكا وتجيبوه صافي وكتزيدوا عليه العطريه. عزلت واحد شويه ديال الكلامان باش نزين به الفوق. حيدوا شي حبات باش ديكوريو بهم الفوق. هنايا صافي غير تلبى ليا الحوت بديك العطريه ودخلوا شويه الطياب، وانا نزيد له مطيشه. كتزيدوا مطيشه وتزيدوا الربيع. صافي كتحركوا واحد شوي وتضيفوا داك الرز اللي كنا شحرنا قبل، اللي حمرنا شويه. كتضيفوه وكتزيدوا الماء. الماء كتزيدوه غليان. بالنسبه للماء طبعا درنا حنايا 2 زليف ديال الرز، غادي ديروا 4 زلايف ديال الماء. الا ما كفاكمش البنات في هذيك المقله اللي درتو، ولا بحال دابا انا ما كفانيش درت تقريبا غير 3 زلايف، خليت واحد شويه عاد ضفت ديك الزلافه الاخرى ديال الماء. ياك هكا فهمتوني؟ صافي هنايا كنستويو شويه ديال الرز والحوت، غير كنستويوها شويه بداك الماء زعما باش يدخل لداخل هكا باش ما كتلصقش. وكنزينو بداك الكلاما اللي خليت في الاول، خليت شي حبات باش نزين من الفوق، وداك الكروفيت صافي غير كنزينها. وكنعاود نستوي بهذه الطريقه هذه باش هكا كيدخل الماء باش ما كتلصقش. كي عرفتوا راه هي البايله ما كتحركش، ما كنقيسوهاش. المهم غير كنبقاو بحال ندخلوا الماء لداخل غير من هكا. شفتوا بهذه الطريقه هذه غير بحال كيدخل الماء لداخل باش ما كتلصقش لينا. لعلهم يتذكرون. صافي دابا غادي نغطي عليها بواحد البابي ديال الزبده. غادي نلتمو مزيان من الجناب، وغادي ندير عليه واحد الصينيه، واحد الغطاء كيف ما كان. صافي غير كتشمو شويه الريحه ديالها، كتطلوا عليها كتشوفوا، حيت ما خصهاش تبقى حتى تنشف، تيبقى فيها شويه اللبا باش تجينا هكا ملبيه. كتطلوا عليها مره مره. هنايا ها البايله ديالنا وجدات تبارك الله، راه كطيب بالزربه.
شفتو كي كتجي وغادي نقلّب، غادي نشوفها واش باقا زعما ملبّية، حيتاش ما خصناش نخليوها حتى تنشف بزاف، ما كتجي تكونش زوينة، خاصها ضروري تكون ملبّية شوية. شفتو تبارك الله كي كتجي راه كتجي رائعة، والبنة تبارك الله كتجي غزالة. غير جربوها، غير جربوها إن شاء الله غادي تشكروني عليها. وحتى الطريقة ديال الروز اللي كنديرو راه كتجي بها، كيجي بها الروز غزال وكيجي بنين. وما تنساوش البنات دعموني بالاشتراك ديالكم، راه كيزيد يشجعني الصراحة، والله الا كيزيد يشجعني. ونخليكم في امان الله وحفظه، نتلاقاو ان شاء الله في وصفة جديدة بحول الله وقوته.